بكل شكل ولون جايين ضيوف على مصر، أجمل بلاد الكون وآثارها مالها حصر. فرعوني، قبطي، إسلامي، تشهد على كل عصر، وإيدين بالود ممدودة بتقولك نورت مصر. نورت مصر منين ما تروح، مصر الأصيلة، مصر الجميلة، وجوها بيرد الروح. نورت مصر بلاد طيبة، مصر الهرم، أهل الكرم وقلبهم مليان طيبة. نورت مصر. بنرحب بكم في رحاب الجامع الأزهر الشريف. جامع الأزهر يعتبر واحد من أهم مساجد مصر والعالم العربي والإسلامي، كما أنه يعتبر أهم معاقل لنشر الدين الإسلامي الحنيف على مستوى العالم كله، وذلك منذ إنشائه حتى الآن. الجامع الأزهر هو أول وأقدم جامع شيد بمدينة القاهرة ورابع جوامع مصر، وذلك بعد إنشاء جامع أحمد ابن طولون في مدينة القطائع، وجامع عمرو ابن العاص في مدينة الفسطاط، وجامع العسكر في مدينة العسكر. كما أن الجامع الأزهر هو يعتبر أول وأقدم يعني الجامعات الإسلامية على مستوى العالم كله. قام بإنشاء هذا الجامع الأمير جوهر الصقلي قائد جيوش الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وذلك عام 970 ميلادي الموافق 358 هجري، وتم الانتهاء منه وافتتاحه في رمضان عام 371 ميلادي الموافق 361 هجري. الجامع الأزهر وقت ما أنشئ ما كانش اسمه جامع الأزهر، لكن كان اسمه جامع القاهرة نسبة إلى المدينة الجديدة التي أنشأها جوهر الصقلي، وهي مدينة القاهرة التي أنشئت كعاصمة جديدة للبلاد. جامع الأزهر ساعة ما أنشأه الأمير جوهر الصقلي بيختلف قليلا عن الجامع الأزهر الحالي، نظرا لأن الجامع الأزهر شهد اتساعات وإضافات عديدة، سواء إضافات في العصر المملوكي أو إضافات في العصر العثماني أو حتى إضافات في العصر الفاطمي نفسه. الجامع الأزهر وقت ما أنشئ كان بيتكون من صحن أوسط مكشوف وثلاث أروقة فقط، كان أكبرها هو رواق القبلة، وكان بيتكون من 5 بلاطات بيفصلها 5 بائكات، والمقصود بكلمة بائكة يعني صف واحد من الأعمدة، أما البلاطة هي عبارة عن المساحة المحصور بين بائكتين. كان أكبر وأعمق هذه البلاطات أو الظلات هي ظلة القبلة، وكان يتصدرها المحراب. الجامع الأزهر حاليا يوجد به 5 مآذن. المأذنة الفاطمية الأصلية التي أنشئت في عصر جوهر الصقلي غير موجودة أو اندثرت،
وحاليا يوجد 5 مآذن. أقدم هذه المآذن المأذنة الموجودة خلف القبة، وهي التي أنشأها الأمير أكبوغا عبد الواحد، وأنشأها ملحقة بالمدرسة الخاصة به. ثم بعد ذلك المأذنة الوسطى، وهي المأذنة التي أضافها السلطان قايتباي للجامع. طبعا السلطان قايتباي يعتبر من أقوى السلاطين في العصر المملوكي، وله منشآت عديدة في طول مصر وعرضها. يعني على سبيل المثال أنشأ قلعة شهيرة جدا في الإسكندرية معروفة باسم قلعة قايتباي، وأيضا أنشأ مدرسة موجودة في القرافة أو قرافة المماليك في الجبانة الشرقية. تعتبر المأذنة الموجودة خلفي التي تمتاز بوجود رأسين في أعلاها هي أحد إضافات السلطان الغوري التي أضافها للجامع في القرن السادس عشر، وهي مأذنة مميزة نظرا لوجود رأسين في أعلاها بالإضافة إلى وجود سلمين من الداخل. ويقال أن الصاعد لهذه المأذنة لا يستطيع أن يرى النازل منها. سمي بالأزهر نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء. السيدة طبعا فاطمة الزهراء هي زوجة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وبنت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الفاطميين كانوا بينتسبوا لهذه السيدة. Hello, my name is Guillaume Pradier, and this is my first time visiting Egypt. Yesterday we visited the pyramids in Egypt, and today we visit Cairo. So we find it's a very nice country. We tried food, and it's very tasty. We tried fata and kofta, and it's very good. The people in Egypt are very kind with us. They help us when maybe we can't cross the road or all those things. We are very scary, but they help us, and it's very nice. So to all French people, come to Egypt. It's a very nice country. الجاي خير وأمان، سحر الطبيعة هرم ونيل وسهر وليل غير أي ليل، وعيون بتضحك ليك في كل مكان، بحر وسمح سحر وغيال على أرضنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي خير الأزهر كريم، واسمي معرف بكريم. أنا أدرس في جامعة الأزهر، وأنا أدرس في كلية الشريعة الإسلامية في السنة الثانية. والحمد لله أنا زرت 3 أماكن في مصر، يعني ألكسندرية والأهرامات ونهر النيل. هذا فقط. الحمد لله أنا شعرت بالسرور أدرس في جامعة الأزهر، لأن الأزهر مصدر العلم. والحمد لله جئت إلى الأزهر سنة ماضية. في الأزهر
كثير الأطعمة الجيدة واللذيذة، مثلا ككشري والطعمية وشتسوكا وكثير من الأطعمة الأخرى. الأماكن في مصر كثير، مثلا كالأهرامات، وهذه من عجائب الدنيا. ثم الأزهر، جامعة الأزهر من أكبر الجامعة في العالم، يعني أسن الجامعة في العالم. والحمد لله على نعمة الأزهر، والحمد لله على نعمة الله. الله سبحانه وتعالى قد أعطاني الرزق أن أدرس في جامعة الأزهر، والحمد لله الحمد لله أنا أسكن في مصر هذا، الحمد لله. يا أحبابي ويا أصدقائي من إندونيسيا، القاهرة تنتظركم جميعا، ومصر تنتظركم جميعا، لأن مصر جميلة. Hello, my name is Mirte. I'm from Amsterdam, Hollanda, and this is my first visit to Egypt. I really like my stay so far. We've been in Hurghada, in Luxor, and here in Cairo. We visit now the Islamic Center. We've been to the Museum of Civilization and the Museum of Cairo. I really like my stay in Egypt. The people are really nice. The food is amazing. It's beautiful. And it's very safe to visit. I really like the Egyptian people. They're very welcoming. Everyone on the street greets us and say, "Welcome to Egypt." So I feel very welcome. And I also want to leave a message to my friends back home that they should really come and visit Egypt. نورت مصر. نورت مصر. نورت مصر. مصر الجميلة اللي يجيلها يعشقها من بعد ثواني، ونسابها ساعة يحنلها، ما هو فيها عاش أحلى معاني، ومسيره يرجع يوم ليها، صدق اللي قال كلمة عليها، اللي بيشرب من نيلها لابد يرجع من تاني. نورت مصر.